السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبيب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة كده توفيري التوفير. حد هيقول لي رز بسمتي ولحمة وتوفيري توفير توفيري توفيري التوفير. ان شاء الله كده لو كنت عاملة لحمة، سلقة لحمة، او حتى لو طبخاها وتفضل عندك قطعتين ثلاثة كده، ان شاء الله النهارده هنعمل بهم عظمة عظمة عظمة. هنعمل بهم أحلى وجبة، وفي حلة واحدة في الحر ده وفي الجو الجميل ده إن شاء الله. في نص ساعة بالظبط بالظبط كده، بل أقل. إن شاء الله هنعمل وجبة جميلة جدا جدا، وجبة غدا توفير وحاجة كده. إن شاء الله لو عندك ضيوف هتقدمها لهم كمان. رائعة يا حبيب قلبي، ريحة وطعم وتوفير. الشوربة ديت كانت باقية عندي، والكام قطعة لحمة دول كانوا باقيين. كان عندي يعني غدا والحمد لله، ودول اتوفروا عندي. فطبعا الشوربه انت شايفينها كده عشان طبعا كنت عيناها في التلاجة. وطلعت كده القطعتين اللحمه دول. طبعا عشان ما يبوظوش او ينشفوا معايا، هما بالشكل ده. هنقطعهم مع بعض، ويعني هما مش قطع كبيره كمان، اللهم بارك. هتقطعيها بقى كده مكعبات صغيره، هتوزع معاكي وهتعمل كميه جميله جدا جدا. اللهم بارك. يا رب يكون الصوره واضحه. شايفين قلب القطع اللحمه عندي وردي وجميله جدا. بس طبعا دول عشان كانوا بره كده في التلاجة، ورغم ان الحاجة يعني كمان كانت متغطية والله، بس جوه قطعة اللحمة وردي تحفة. شايفين يا حبايب قلبي؟ هم دول والله الموجودين عندي. ان شاء الله هنشوف مع بعض كده هنعمل بيهم عظمة بأمر الله تعالى. يعني لو عندك ضيف ومحتارة وعندك حاجة زي كده في التلاجة، ان شاء الله شوف النهاردة وصفتنا هتعملي بيهم. ولو انت محتارة لبيتك وهم مش هيكفوا العيلة كلها ومش عارفة تعملي فيهم ايه، هنعمل بيهم احلى وجبة. هتجيبي جزرية كده لو متاح عندك، مش موجودة مش مشكلة، وطماطمايه وكم قرن فلفل سبايسي او بارد مش هتفرق خالص. وبصلايه واحدة. هنضربهم كل الحاجات ديت ورا بعض كده في الكبة. لو انت ما عندكيش اي مشاكل حطيهم كلهم مع بعض، بس انا بحب احطهم تدريجي في كده في التسوية. ازاي؟ هنشوفهم مع بعض. ضربت البصل وبعد كده ضربت الفلفل بالشكل ده في الكبة العسولة المنقذة. اللهم بارك. جميلة جدا جدا اهو يا حبايب قلبي، وبتشور لي الحاجة اللهم بارك زي ما انا عايزة، جميلة جدا جدا. بشرت الفلفل، قطعت الطماطمية برضو. يعني كل الحاجات اللي بواقي التلاجة عندك ان شاء الله هتحطها في الوصفة ديت. يعني انا قعدت ادور كده في التلاجة، لقيت طماطمية، لقيت قرنين فلفل، بصلية عندي من التربو، جزراية كانت بعافية حبتين قشرتها كده بالشكل ده، وجبت ورقتين لورو وواحدة من اللوم المجفف، وكم حبايه حبهان كده وشويه ملح. هنا بقى كده يا حبايب قلبي بهارات الكبسه ديت انا عاملاها معاكم على القناه وموجوده ان شاء الله. هتلاقوها. وربنا يذكرني كده واحط لكم اللينك بتاعها. وبرده والبابريكا برده عاملاها معاكم رائعه. وعندك كوبايه ونص او كوبايتين على حسب المتاح عندك، او لو حسب الكميه المتاحه او العدد اللي هياكل. رز بسمتي انا كان معايا هنا كوبايتين اتنين، اللي هو المج المعتاد بتاع كل بيت. بالشكل ده يا حبايب قلبي. ومعايا كده برضو نص معلقه فلفل اسمر، والملح حسب الرغبه. جيت هنا على النار معلقه واحده من السمنه، حطيت فيها البصله كده وقلبتها لحد ما اتشوحت ولمعت معايا. حطيت عليها الجزر، اول حاجه الجزر عشان بياخد وقت معايا. قلبته كده. طبعا انا طبعا بسرع لكم الفيديو. بشوح بين كل حاجه وحاجه كده تاخد وقتها على النار. ضفت اللي بعد كده الفلفل، وبعد كده الطماطم، وبعد كده حطيت البهارات اللي هي الصحيحه، اللي هو اللومي والعود القرفه والحبهان والورق اللورو. حطيت بقى كده معايا البهارات الناعمه، اللي هي البابريكا وبهارات الكبسه. دي كلها حاجات انا عاملاها معاكم على القناه. وفلفل اسمر وطرف كده زنجبيل او جنزبيل على حسب ما بتسموه. وحطيت نص برضو معلقه صغيره من بتاع التوابل كركم. الكركم ده يا ريت ندخله في كل وصفاتنا، جميل جدا جدا ومفيد يا حبايبي. قلبت كل الحاجات ديت، الخضار والبهارات اللي هي الصحيحه والتوابل الناعمه، لما ريحتها كده بانت معايا تحفه. لو انت عندك او بتحب او بتستعمليها اللي هي المرقه الفوريه او مرقه الدجاج، ضيفي لو بتحبيها او بتستعمليها. انا بصراحه الشوربه عندي كانت اكتر من رائعه. بعد كده حطيت الرز البسمتي، بحب اشوحه، بتفرق جدا جدا يا حبايبي. شوحته جدا جدا لما بلاقي الرز معايا كده اللهم بارك يخرفش كده معايا في الحله. بعد كده طبعا على العين التانية كنت حاطه الشوربه تغلي معايا. زودت بقى كده. ولكل كوبايه رز بسمتي انا طبعا غسلاه مش نقعاه، لكل كوبايه من الرز البسمتي كوبايتين من الشوربه او من الميه. لو انت نقعاه بتضيفي له لكل كوبايه رز كوبايتين كوبايه ونص من الشوربه او الميه برضو اللي هي السوائل.
اللهم بارك. سبته على النار وغطيته، لما غلي كده قلبته شويه، وبعد كده وهديت خالص النار وسبته كده يتشرب. اللهم بارك. ريحته يا ريت يا ريت يعملوا حاجه كده توصل لكم الريحه والطعم واللون. اللهم بارك. والله كتير جدا جدا. الكاميرا معايا، التليفون يعني الحمد لله رب العالمين بيبقى ظالم وظالم الوصفه في التصوير. جيت كده اللهم بارك، اوام اوام سويت الاكل. تحفه تحفه يا حبايب قلبي. وطبعا الطبق ده كبير، اللي هو بتاع اكبر، بيبقى اللي هو احنا بنسميه عندنا اللي هو طبق الفطير في الطقم. هنحط كده، ناخد كام قطعه كده من اللحمه، طبعا عشان التصوير هنزين بها كده. اللهم بارك. يعني كام قطعه كده من اللحمه الكبار عملوا معايا، والله هم دول، ما زودت اي حاجه عشان ما حدش يقول لي لا، والله ما زودت اي حاجه ولا كان عندي غيرهم. اللهم بارك اللهم بارك. ونجمل كده بالعود القرفه واللومي والورق اللورو. تحفه يا حبايب قلبي. والرز معايا يتبدر بدر. ان شاء الله تجربوها، واستنى رايكم كده في الكومنتات. وما تنسونيش من دعوه حلوه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين. وعاوزه منكم كده دعوه حلوه وكومنت حلو كده يشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحفه تحفه تحفه. لو محتاره وعندك حاجه زي كده في التلاجة، حتى لو ربع فرخه، قومي اعملي بيه الوصفه ديت. في نص ساعه تخرجي من المطبخ وهتاكلي احلى غدا وامر الله تعالى في الجو الحر ده. وفي ثانيه اوام هتكون عملت وجبه جميله جدا جدا مشرفه رائعه.